قولي يا هانم. السلام عليكم يا دكتور. وعليكم السلام يا اختي. بقول لحضرتك ايه؟ قولي. يعني عملت 3 قروض من البنك ورا بعض. عملت قروض من البنك؟ كنت بجوز بنتي. ما انت شملوله اهو. وبعدها جوزي تعب، قالوا هيعمل عمليه، رحت جايبه برضه قرض. ايه وجبتيه بضمان ايه يا هانم؟ ما هو انا مدرسه. يا اختي عليها القطه، يا اختي عليها صلى الله على محمد. فعشان انت مدرسه تجيبي قروض يا بت؟ ما هو المرتب ضعيف. طب ما هيحبسوك يا هانم. وجوزي كان تعبان، قعد 9 سنين يخس وغسل الكلى بعد كده. لا اصيله يا بت، اصيله. المهم انك انت هيحبسوكي امتى عشان ازورك؟ لا، ما انا جبت الكارد التاني، اتجوزت ابني وفاضل لي 2 سنين واخلص كل القروض. طب الحمد لله، ربنا يتوب عليكم وما تعملهاش تاني. طيب انا بسأل حضرتك، من حق القروض ده حرام؟ حرام؟ الا للراجل اللي هيعمل عمليه بدم، لا له اخ ولا عنده حد عنده دم في عيلته، فانت وقفت جنبه مضطره، ده الحاجه الوحيده. لكن جواز شاء الله معانا. شوفي بقى، شاء الله معانا اتجوز. اقعدي قولي كده على طول انت والمسلمين عشان نعدلها. لا بنت تتجوز ولا واد يتجوز. ولا يجوز ابدا جنيه واحد من مال الزكاه لحد بيتجوز. قرض للجواز لا، زكاه في الجواز لا، الجواز لابد منه لا، استراتيجي لا للبت ولا للولد. انبياء لم يتزوجوا، واولياء لم يتزوجوا، وعلماء لم يتزوجوا، وانا يا ريتني ما اتنيلت.